قصة الفيلم بتبتدي ببنت اسمها ناتاشا رايحة مدينة نيويورك علشان تدور على والدها، وبتروح تسأل واحدة والدها كان ساكن عندها من فترة. فالست بتقول لها والدك كان عايش عندي من فترة طويلة وعليه إيجار متأخر ليا يا ريت تدفعيه، وكان سايب عندي العلبة دي أمانة، وأنا عرفت في الفترة الأخيرة إنه عايش مع الناس المتشردين في الشارع. وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك ونعرف إن والدها بندر في عصابة كبيرة قتلته، كانوا بيجروا وراه وبعد مطاردة كبيرة قتلوه. ناتاشا بتروح مطعم علشان تعمل مكالمة تليفون، وهنا بيكون موجود شخص اسمه تشانس، واضح إن مش معاه أي فلوس وبياكل وبيشرب على الحساب. ناتاشا بتيجي تعمل مكالمة التليفون بتلاقي معهاش فلوس فكة، فبتروح للوقفة في المطعم وتفك منها فلوس، وبيظهر هنا إن معاها فلوس كتير والناس اللي في المطعم بيشوفوا. المهم إنها بتعمل مكالمة التليفون وبعد كده بتخرج، وبيخرج وراها مجموعة من الشباب عايزين يسرقوها، وفعلا بياخدوا منها الشنطة وكمان يضربوها ويبدأوا يتحمرشوا بيها. وهنا بيتدخل تشانس ويقول لهم يلا يا شباب رجعوا الشنطة وكل واحد يروح على بيته سليم بدل ما يخليه يروح زاحف. بيتريقوا عليه ويسخروا منه وتبتدي المعركة. في الاخر بيقدر تشانس يقضي عليهم وياخد الشنطه ويديها لناتاشا، بيقول لها تاني مره لما تخرج محفظتك خليك حذره اكتر من كده وما تخليش الناس تعرف ان معاك فلوس كتير، ويسيبها ويمشي. وطبيعي هي بتبقى منبهره بيه. المهم ناتاشا بعد كده بتروح تبلغ عن اختفاء والدها في الشرطه، وبتعرف ان الشرطه عامله اضراب ما عدا واحده اسمها المحققه ميتشل اللي بتعمل لها المحضر. وهنا بنعرف ان والدها ووالدتها انفصلوا عن بعض من اكتر من 20 سنه، وهي كانت عايشه مع والدتها في مدينه تاني ورجعت دلوقتي علشان تدور على والدها. المحققه ميتشل بتقولها انا هكلمك بصراحه، المواضيع اللي زي دي عاده بتطول عندنا، انصحك تشوفي حد كويس من اهل المدينه يكون يعرف المدينه كويس ولف معاه على المستشفيات والملاجئ وان شاء الله هتلاقيه. بيروح الفيلم بينا بعد كده لتشانس اللي مقدم على شغل في السفينه ومستني اسمه يتندى علشان يعرف انه خلاص هيسافر من المدينه. فبتجيله هنا ناتاشا وتقول له انا سالت عليك في المطعم وقالوا لي انك هتكون هنا، عايزاك معايا في شغل وهديك في اليوم $100 هتساعدني الاقي حد بدور عليه يهمني. وفي نفس الوقت ده اتنده على اسمه ضمن الناس اللي هيسافروا على السفينه. فقال لها تشانس للاسف جيتي في الوقت الغلط، انا ماشي وسايب المدينه، وبيسيبها ويمشي. ولما بيروح يدخل السفينه بيقولوا له هناك انت عليك دين $217 لازم تدفعهم من اول الشركه علشان تقدر تسافر، والسفر الاسبوع اللي جاي دفعت الفلوس هتقدر تسافر معانا وتستلم شغلك، ما دفعتش الفلوس مفيش شغل. بيرجع تاني لناتاشا ويقول لها انا موافق اساعدك بس بشرط هاخد $217 في يومين. فبتقول له طبعا موافقه، وبيتعرفوا على بعض ويعرف منها انها بتدور على والدها وبتحكي له كل حاجه، وان والده ووالدتها انفصلوا عن بعض وكان عمرها 7 سنين، وكان والدها بيبعت لها جوابات باستمرار لحد ما اتقطعت الجوابات من 3 اسابيع. فقررت انها تيجي تشوفه وتطمن عليه. تشانس بيقول لها هروح دلوقتي لواحد اكيد هيدلنا عليه، اكيد يعرف اي معلومات عنه، وده اسمه ألجا واحد برضه من المتشردين. وبيظهر فعلا انه يعرف والدها، وكمان بيجيب لها الحاجات بتاعت شنطه هدومه، وبتلاقي الجوابات اللي هي كانت بتبعتها له، وبيلاقوا كمان ضمن حاجاته مجلات صفراء او مجلات ممنوعه. فبيفهموا ان اكيد كان بيبيعها علشان يجيب فلوس. فبيروحوا على المكتب اللي بيوزع المجلات دي على المتشردين علشان يبيعوها، ويسالوا عنه اللي موجود في المكتب اسمه ويكي، ويقولوا له هو كان شغال معاك ولا لا. قال لهم انا ما اعرفش حد بالاسم ده، بس كان واضح عليه انه مرتبك حبتين. في نفس الوقت ده بيجي واحد اسمه فرانك ليف، وده نفس الشخص اللي كان موجود وقت ما اتقتل والدها. بيتدخل في الموضوع وبيخليهم يمشوا، وبره المكان بيقابلوا شرطه ويقول لناتاشا احنا لقينا جثه والدك كان في حريق. ناتاشا بتتصدم وتحزن عليه جدا، وبتقول لتشانس بعد كده انها زعلانه انها ما قدرتش تساعده، وان ما كانتش تعرف ان حياته صعبه كده وبيعاني ماديا، وانها اكيد لو كانت تعرف كانت ساعدته. تشانس قال لها اكيد كان بيحبك علشان كده حب يبعدك عن حياته وعن مشاكله. في نفس الوقت ده بيكون زعيم العصابه اللي قتلته وده اسمه شون، ودراعه اليمين فرانك ليف بيقلبوا ورا تشانس علشان يعرفوا هو مين. وهنا بنعرف ان تشانس كان جندي في البحريه، ولما عرف ان قبطان السفينه بيهرب مخدرات رماه من السفينه، فتم تسريحه بعد كده من البحريه، ومن وقتها وهو مش لاقي شغل وبقى عاطل. شون زعيم العصابه بيقول لفانكيف دراعه اليمين ابعت له 2 يدردشوا معاه شويه ويضربوه. وتشيز بيبدا يدور في موضوع موت والد ناتاشا، ويروح المكان اللي اتقتل فيه ويبدا يقلب في المكان لحد ما بيلاقي الشر الحديد السلسله بتاعت والدها. وفي الوقت ده بيهجم عليه 2 من رجاله العصابه وياخدوه على اخوانه ويضربوه ويقولوا له ابعد عن الموضوع ده والا هتدفع ثمن حياتك. وفي الاخر بيتقبض عليه بتهمه انه تعدى على حاجز امني ودخل مكان الحريق بدون اذن. بتروح له ناتاشا تخرجه من الاسم، وهنا بتساله هي والمحقق ميتشل ليه رحت مكان الحريق؟ قال لهم علشان ندور على الشر الحديد، ولما لقيت اتاكدت من حاجه ان والدك ما ماتش طبيعي، الشر الحديد فيها فتحه بجسم حاد
وده معناه بنسبه كبيره انه اتقتل قبل ما يتحرق. المحققه ميتشل بتقول لهم انا هطلب تشريح الجثه من جديد عشان نتاكد. المهم ان ويكي بيقابل الاجار ويعرض عليه شغل بمقابل $100 في اليوم، وبيقول له كمان ممكن اديك اكتر من كده، اهم حاجه الموضوع بيعتمد عليك، وبيمضيه على ورق معين انه موافق يشتغل معاه، وطبيعي يوافق الاجار ده مش لاقي ياكل. وبيروح الفيلم بينا بقى للعصابه، ونفهم هنا ان زعيم العصابه شون بينظم رحلات صيد، بس الصيد ده مش صيد طبيعي، مش بيصطادوا حيوانات، لا بيصطادوا بني ادمين، وبيتعمل عليهم رهانات، وبيجيب الناس المتشردين عشان محدش يسال عليهم ويصطادوهم، ورجال اعمال كبيره بتراهن بارقام كبيره عليهم، وايكي بتاع المجلات الصفراء هو اللي بيجيب لهم المتشردين. المحققه ميتشل بتروح لطبيب التشريح وتقول له في ادله بتقول عكس اللي انت قلته، انت قلت ان موت بندر كان موت طبيعي في حريق، لكن في معلومات بتقول غير كده، مطلوب منك تشرح الجثه من جديد وتجيب لي تقرير جديد والا هبلغ عنك. وبيظهر هنا ان طبيب التشريح شغال مع العصابه، وبيروح له بعد كده شون البيت ويعرف منه اللي حصل، وان المحققه طلبت منه يعيد التشريح في الجثه، فزعيم العصابه بيقتله. بالليل بقى بيجي لهم قلقه ويبداوا يقولوا له على اللعبه بتاعتهم، ان هم هيديله حزام فيه $10,000 هيتلف حوالين وسطه ويبدا يجري، لو قدر يوصل لنهر قبل ما حد يمسكه او يضربه بالنار يبقى حلال عليه $10,000، لو اتضرب يبقى خلاص مات ومش هياخد اي حاجه. وهي دي اللعبه والرهان بتاعهم. ألجا بيوافق وبيربط الحزام حوالين جسمه وبيبدا يجري، ويدخلوا بقى في مطارده كبيره معاه لحد ما في الاخر بيقدروا يقتلوه. تشانز بيعرف بعد كده وبيحزن جدا على ألجا، وبيعرف من المحققه ميتشل انه برضه في الفتره الاخيره كان عنده ويكي في مكتب المجلات الصفراء، فبيقول لها احنا لازم نروح دلوقتي. في الوقت ده بيكون اوكي بياخد هدومه وبيحاول يمشي يهرب من المدينه، وبيقابله فان كيف ويقتله ويفجر دماغه. وهنا بيوصل تشانس والمحققه ميتشل وناتاشا ويشتركوا مع فان كيف ورجالته ويدخلوا معاهم في مطارده كبيره. اثناء المطارده دي ميتشل بتموت، وتشانس بيضرب فان كيف برصاصه في كتفه، وبيقدروا يهربوا على القطر. شون زعيم العصابه بيصمم انه يقتله ويبدا يعمل عليه رهان جديد، الرهان المره دي $750,000 على اللي هيقدر يصطاده او يقتله. شانس وناتاشا بينزلوا في الغابه، وبرضه بتكون العصابه وراهم وبتفتش عليهم في كل حته. وهنا بيقول لها غمضي عينيك عشان عايزه اقول لك على حاجه مهمه، عايزه اعترف لك اعتراف. ناتاشا بتستعد وترفع وشها لفوق وتسلم نفسها، فجاه تلاقيه بيمسك تعبان من وراها كان هيعضها، وبعد كده بيعمل خدعه بالتعبان ويسيبه هديه لرجاله العصابه. وبيروح بعد كده لعم دوف اللي عايش في الغابه ويحكي له على العصابه ويقول له اكيد هم جايين هنا، عندك سلاح؟ رد عليه عمه سلاحك القديم لسه موجود بندقيتك. فبياخدها تشانز وياخد كمان حصان من عمه ويروح لهم على امل ان هو يصطادهم في الغابه، وبيسيب ناتاشا مع عمه. بعد ما بيمشي العصابه بتوصل عند عمه، وفي الوقت ده عمه بيعمل فخ في العصابه ويلاتم البيت كله قنابل، واول ما بيوصلوا بيفجر المكان وبيموت منهم شويه. شون زعيم العصابه بيامر فان كيف انه يدور عليه بطياره هليكوبتر، وفعلا بيدوروا عليه لحد ما يلاقوه ويضربوا عليه نار كتير لحد ما بيقدر يستخبى جوه مخزن قديم مهجور. وتوصل له باقي رجاله العصابه ويبداوا يدوروا عليه في المخزن ويدخل معاهم في معركه كبيره. وهنا عمه بيقول لناتاشا لازم نبلغ الشرطه، في مخزن قريب من هنا، هنروح هناك في تليفون ونبلغ الشرطه. ولما بيوصلوا العصابه بتكون موجوده وداخلين في معركه مع تشانز، فبيقرروا ان هم يدخلوا يساعدوه، وعمه بيبدا يساعده بالاسهم بتاعته. في الاخر بيقدر تشانز يقضي على فان كيف وياخد كمان منه قنبله ويقضي على كل رجاله العصابه. بيتفضل بس شون زعيم العصابه اللي بيمسك ناتاشا ويهدد بيها تشانز انه هيقتلها لو ما رماش السلاح. تشانز بيرمي السلاح، واثناء ما شون بيعمر سلاحه بيهجم عليه تشانز ويضربه. في الاخر بيحط له تشانز القنبله في البنطلون ويقول له خلاص انتهى موسم الصيد. Hunting season is over. وبعد كده بيروح يطمن على عم دوف وياخد ناتاشا ويمشوا، وبكده بينتهي الفيلم. ما تنساش في النهايه اللايك في الفيديو